عارفين ليه رؤى حلم كل الشباب والفتيان والرجالة في الوطن العربي كله ورول موديل للست اللي بيتمناها أي راجل؟ ده لأن رؤى عندها 4 طاقات أساسية. أول حاجة طاقة الحضور، يعني أول ما بتحضر بتطغي على كل اللي موجودين، علاقة بالشكل أو حاجة، بس ليها علاقة بالأنوثة، يعني تبقى أنوثة طاغية. تانية وهي طاقة القبول، يعني يحس منها إن هي قبلها زي ما هو، مش بتحكم عليه، مش عايزة تغير فيه حاجة، على بعضه كده عاجبها بكل ما فيه. الطاقة التالتة وهي طاقة الأنوثة الهادية، الراجل بطبعه بيحب يحس إنه سي السيد، إن بيحب اللي يحسسه برجولته وينفخ فيه، بيحب يحس بطاقتك التنافسية، ولا إن الند بالند، ولا إنك عايزة تثبتي إن أنت صح. وأنا بصراحة مش عارفة أنت بتعملي كده ليه، يعني أنت قوة ناعمة، ليه عايزة تحسسي نفسك إن أنت آلة تنافسية؟ لو أعرف بس مين ضحك عليكي بحكاية المساواة دي. وهي طاقة السلام، انت كده كده الكومفورت زون بتاعته، يعني انت مكان الراحه بتاعه، فما ينفعش ان هو يبذل مجهود عشان يخبي عليكي بدل ما يجي يصارحك، ما يفكرش في الكلام قبل ما يقولهولك، تبقي سند ليه بدل ما تعايريه. وخلي بالك اللي بيتحكم في العلاقة كلها انتي، ولكن الراجل لما بيحس بالأمان بيكشف لها كل ورقه. خليكي ذكية وانتي بتلعبي، المهم انك يبقى بتلعبي مع الراجل الصح، مش بيتلعب عليكي. وانتي عارفة الفيديو ده ظهر لك ليه دلوقتي؟